بيسو، ايه قلبي بيسو؟ بما انك حلو كده وجايب لنا فاكهة، ما تعمل لنا فروت سالاد. يعني نجيب اول حاجه التفاح، هناخد منها سلايز كده عشان هيبقى لها استخدامات تانية، ونقطع بقى باقي الفاكهه. شيف عالمي يا اخواتي. ده بالنسبه للتفاح. نجيب جوافه نقطعها برضه نفس الشكل، كله هيتقطع ايه؟ مكعبات. نجيب فراوله، في ناس بتحب البرتقال وناس لا، بس هو يعني اليومين دول احنا كده كده في تغيير جو، فهيبقى حلو للبرد والحاجات دي. واحنا عندنا برد وانا بحبه، وفي رمان هنا انت مفصصه. بالظبط كده. اديله يا بيسو يا مدلعني. الموز ما ينفعش يتساب متقشر او يتقشر ويتحط في التلاجة لانه ايه؟ بيغير لون. هنجيب حاجه واسعه لان هي تعوز تتقلب في بعضيها. هنقلب. خلينا الفراولة اللي وقعت دي. كل اللي بيقع مني ده الرمان. احنا ناكل كل ده النهارده، مينفعش نبقي حاجة. بس هو هيعجبك ومش هيبقى منه حاجه، متقلقش. ان شاء الله. ده مانجا صوفي كده اهو عشان يبقى زيه زي بتاع المطاعم بالظبط. دي التفاحه اللي احنا قطعناها نفتحها كده اهو. نجيب اي خلايه واحده واحده كده، اوعى. حاجه تبقى شكلها حلو في الأردن بالشكل ده. تحفة حلوه. قوي. استنى انا بحب الفروت سالاد مع زبادي، اعملوا لي مع زبادي. هعمله لك مع الزبادي. زبادي الفراوله عشان انتي بتحبيه. حطهم اهو، قلبهم في بعض. شكلها بقى عامل ازاي؟ تحفة. بس واحده واحده بقى عشان ما نطرطش نبهدل الدنيا ونبهدل نفسنا. وبكده بقى عملنا لك فروت سلطه بالزبادي زي الفل. زي الفل. تسلم ايدك. الفهم.